وسهلا بحضراتكم مشاهدينا في ليلة جديدة من ليالي الشهر الكريم. ليلة قد تكون هي سلام حتى مطلع الفجر، ليلة قد يفرق فيها من كل أمر حكيم، ليلة الحقيقة يعني ممكن تكون فيها الليلة اللي كلنا بنستناها، ليلة عبادتها ب 83 سنة، ليلة النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها في العشر الأواخر من رمضان وهي ليلة القدر. لو عدت منك العشرة الأولى لسه عندك فرصة، لو عدت العشرة التانية لسه عندك فرصة، دي لسه الجايزة الكبرى. 83 سنة أي عبادة تتم فيها أو تقوم بيها بأجر 83 سنة. لو قرأت قرآن كأنك قرأت قرآن 83 سنة، لو قمت أو صليت قيام كأنك عملت قيام ليل 83 سنة، لو تصدقت كأنك تصدقت 83 سنة. مين فينا يعيش 83 سنة يا جماعة؟ ليلة فيها خير عظيم وخير كبير جدا قد تكون هي الليلة هنتكلم معاكم مشاهدينا عن فضل العشر الأواخر من رمضان، وبالأخص عن فضل الليلة المشرفة، الليلة العظيمة، الليلة الكريمة، ليلة القدر بإذن الله تعالى. خلينا معاكم نروح لفاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا ونبدأ على طول هذه الليلة المباركة بإذن الله. لغاية ما الفاصل يجهز معانا مشاهدينا، اسمحوا لنا ان احنا نرحب مع حضراتكم بضيفنا الكريم الدكتور احمد صلاح راشد، الباحث بالدراسات الاسلامية والامام والخطيب بوزارة الاوقاف. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وبجميع طاقم العمل، وجزاكم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتكم إن شاء الله. اللهم آمين. الحقيقة يعني احنا طبعا قبل ما نبتدي أي كلام خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. نسمع بصوت حضرتك آيات من الذكر الحكيم عن ليلة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يعني اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا فيها على قدر قدرك يا كريم. فتح الله عليك فضيلة الله يبارك لك. الله يبارك لك. ربنا يتقبل منا ومنكم. منك يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. الحقيقة الآيات الكريمة اللي حضرتك قرأتها يعني
أجملت حديثنا الحقيقة، فنفصل هذه الفضائل العظيمة لليلة المباركة اللي كلنا مستنينها وبنتحرىها وبنستناها من السنة للسنة. عايزة حضرتك في البداية تكلم الناس اللي فرطت في أول رمضان وفي العشر الأواسط من رمضان. احنا وصلنا للختام، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إنما الأعمال بالخواتيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الله سبحانه وتعالى له مطلق الخلق، وله مطلق الاختيار، وله مطلق التفضيل. خلق الله سبحانه وتعالى البشر فجعلهم أمناء على وحيه، ثم فضل من هذه الأفضلية الخمسة أولو العزم من الرسل، ثم فضل من الخمسة رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وذلك بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الصحيح: فضلت على الأنبياء ب6. وقال صلى الله عليه وسلم صراحة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم خلق الله سبحانه وتعالى الأماكن، وفضل مكة فجعلها أحب بلاد الله إلى الله. ثم فضل الزمان، ثم خلق الزمان وفضل شهر رمضان. أفضلية شهر رمضان تنبع من أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن الكريم شهرا صراحة إلا شهر رمضان. نعم، جاء ذكر الشهور ضمنا، ففي سورة التوبة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وأيضا جاء منها 4 حرم. أما اللفظ الصريح شهر معين يذكر في القرآن لم يذكر إلا شهر رمضان. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكما تفضلت وبينت للمشاهد الكريم أن هذا شهر اغتنام، فهو فضل من الله سبحانه وتعالى تفضل به على الأمة. الحمد لله. شهر فيه من الفضائل ما فيه: تغلق فيه أبواب النيران، تفتح فيه أبواب الجنة، يضاعف فيه العمل، يسقى الصائم من نهر يسمى نهر الريان، يغفر للصائم في هذا الشهر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأي فضل أعظم من هذا، وأي منة أعظم من هذا، وكيف يفرط المفرطون في هذا الشهر وفي هذا الموسم. إننا إذا سمعنا عن مكان معين فيه تخفيضات في الشراء أو فيه تنزيل من بعض السلعة نسارع جميعنا إلى الشراء وإلى التخزين. فهذا شهر تضاعف فيه الحسنات. ولكننا مساكين يعني فضل الشيخ، احنا مساكين ومعترفين ببشريتنا. احيانا بيحصل منا تفريط، واحيانا بيحصل منا تقصير، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتجاوز عن هذا التقصير. ولكن ما زالت عندنا فسحه، وما زالت عندنا الجائزه الكبرى، لاني زي ما حضرتك استفت في كلامك ربنا فضل الازمنه على بعض، فضل رمضان على سائر الشهور، وفضل ليله القدر على سائر الليالي. الله اكبر، الله اكبر. اختصار للزمان. حضرتك قلتي ان ليلة القدر بتعدل 83 سنة او 84 سنة. اختصار للزمان، الله سبحانه وتعالى اختصر لنا الزمان. ايه قصة انها تعدل 83 سنة او 84 سنة؟ لو عرفنا القصة
هنعرف مدى الفضل ومدى المنة التي من الله بها على أمة الإسلام. جاء في موطأ الإمام مالك بلاغا يعني بدون إسناد، قال الإمام مالك: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري، يعني ربنا وراه، أري أعمار أمته. وأعمار أمته بين الأمم أعمار قصيرة، ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز منهم ذلك. صحيح. لما تقال النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى أعمار الأمة وتقال لها، كأنه تقال لها فأعطي ليلة القدر، أعطي ليلة تعويض القدر، تعويض. أنت مش هتعيش إلا بين 60 و70، ولكن أعطاك، وده مش مرة واحدة، يعني الفضل من الله. يعني ليلة القدر مش مرة واحدة، دي ليلة القدر كل رمضان. يعني إذا اجتهدت فيها، لو الواحد عمره 60 سنة، كلف مثلا من هو عنده 15 سنة، يبقى 45 سنة، عاش 45 سنة ليلة قدر، عاش 45 سنة، اضربيها في 83 سنة، شوف كام من الزمان. فده فضل من الله سبحانه وتعالى. فلابد على الأمة أن تغتنم النعمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لها. ذلك فضل عظيم من الله، نشكر الله سبحانه وتعالى عليه. الحمد لله، الحمد لله. هو جاء في الحديث الشريف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتحروها في العشر الأواخر وفي الوتر من العشر الأواخر، وفي رواية أخرى ليلة 23 وال25، ويعني الليالي الفردية. بنلاقي الناس بتحاول ان هي تبقى شاطره زياده عن اللزوم، او تطمع في فضل الله زياده عن اللزوم. لك اصلي التهجد في الليالي الوتريه. طيب يعني الحقيقه انا في نقطه في الامر ده عاوز اثيرها، ربما هي تكون غائبه عن بعض الناس. يا ريت اتفضل. عندنا في الفقه الاسلامي حاجة اسمها اختلاف المطالع. رؤية الأهلة. الله، اختلاف المطالع يعني ايه؟ يعني قطر من الأقطار. تخيلي، أضرب مثال، مثلا دولة مصر حفظها الله، أمين يا رب، شافت الرؤية إنها قالوا بكرة صيام. السعودية مثلا على سبيل المثال قالت لا، وده بيحصل كتير في سنوات كتير، لا بكرة مش صيام، بكرة افطار. طيب الوقت فيه دولة صايمة ودولة فاطرة. مر كده بالأيام، هتلاقي الوترية عندنا والزوجية عندهم، أو الزوجية عندنا والوترية عندهم. الشاطر بقى من الذي أطلعه وأخبره أن هذه هي الليلة الوترية بعينها؟ وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى رفع علم ليلة القدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جه في الحديث صحيح البخاري، يعني اختلفوا، تلاحى رجلان اختلفوا على أمر ما وأصواتهم عليت، وكان معروف أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم تجاه القبلة، يعني في المسجد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا. كان النبي زعلان صلى الله عليه وسلم، تغضبوا الفرقة ويغضبوا الخلاف، لأنه جاء لأمة واحدة بقرآن واحد وإمام واحد، كل ديننا موحد، فكان يغضب من الفرقة. فقال صلى الله عليه وسلم: كنت قد أخبرت بليلة القدر فتلاحى الرجلان فرفع علمها. ترفع علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فاللي عاوز، يعني احنا مش عاوزين نشتغل، المسلم لا يشتغل مع الله شغل التجار، لأن ده شغل تجارة. وأنا كإمام مسجد وأؤم الناس بالتراويح بلاحظ هذا، بلاقي الليلة الوترية ورايا ما شاء الله المسجد مليان على آخره، وعندما أدعو
تضج الناس بالدعاء والبكاء. طيب الليالي الزوجية العدد قليل، صفين 3، طب فين الباقي؟ يقول لك ده مش ليلة قدر. طب لا حول ولا قوة إلا بالله. خلوا بالكم. الله سبحانه وتعالى أخفاها علشان أنت تجتهد في العبادة في جميع هذه العشرة. وانتبه للنقطة اللي قلنا عليها، نقطة اختلاف المطالع، علشان تصادف ليلة القدر. يعني ناخد بالنا ان ده قد يكون سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى، لاني مش هنقول لكم يعني مش كتير على ربنا 10 ايام، لا هو مش كتير عليك انت، مش كتير على نفسك، لان الله عز وجل غني عنا وغني عن عباداتنا كلها. هو مش كتير على نفسك 10 ايام او 9 ايام انت بيهم ممكن تدخل الجنة. مسكين عشان تفرط في هذه الليالي. يعني انتبهوا ارجوكم، يعني كل اللي حصل حاجة واللي جاي حاجة تاني. صحيح. اللي جاي. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كان مجتهدا في جميع عمره وأوقاته، لا خلاف على ذلك طبعا. والحديث بتاع السيدة عائشة يبين ذلك، لما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد في العبادة والبكاء ويقول اللهم اغفر لي، فقالت يا رسول الله غفر الله ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مصداقا لقوله تعالى في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. طب ما هلا إنه غفر لي، إن ربنا سبحانه وتعالى غفر لي، فدي نعمة، النعمة تحتاج إلى شكر. صحيح صحيح. واحنا في نعمة. احنا عشان نبلغ هذا الشهر الكريم ونبلغ هذه الليالي، فاحنا في نعمة كبيرة وفي فضل كبير. مهما فرطنا ومهما أسرفنا على أنفسنا احنا في نعمة، وفضلنا الله سبحانه وتعالى على كثير من خلقه اللي هم ربنا سبحانه وتعالى توفاهم قبل رمضان. يعني صحيح. لم يلحقوا بهذا الموسم الكبير للخير، فاتتهم عبادة 83 سنة للطاعات. يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يا جماعة. يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل منا القليل ويتجاوز عن تقصيرنا، ولكن علينا أن احنا زي ما فضيلة الشيخ بيقول نجتهد، نري الله منا خيرا في هذه الأيام. يعني نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. يعني خليك كده كأنك فاتح ايديك تحت السماء وانت واقف كلك بكل كيانك بكل قلبك بكل وجودك. أنا متعرض يا رب، أنا مستني يا رب. هم 9 أيام أو 10 ليالي 10 أيام أيا كانوا، أنا مستني والمفروض أن أنا استنى ولازم استنى. ده لو سنة يا جماعة، ده فيها الجنة، دي بعمرك كله. يعني الحقيقة اني احنا مش قادرين ننكر على اخواننا لان كلنا مقصرين، ولكن علينا ان احنا نقوي بعض، وكل ام في بيتها وكل اب اجمعوا اولادكم وكلموهم عن هذه الليله وخليهم يشوفوا فيكم انتوا تطبيق عملي. هذه الليله سلام هي حتى مطلع الفجر. ما تسمحش لاي حد ان هو يكسر عليك هذا السلام او يلغي عنك هذا السلام. الشيطان والشياطين، يعني شياطين الانس المردة منهم صفدوا قبل رمضان، لكن في الصغيرين يا فضيلة الشيخ موجودين. ده غير نفسك الاماره بالسوء، يعني بتحاول طول الوقت ان هي تفسد عليك هذه الليله وتفسد عليك اغتنامك لهذه او لهذا الموسم الكبير للطاعات. ما تسمحش لاي حاجه، لا اولادك يعصبوكي ولا جوزك يعصبك. احنا عارف يا فضيله الشيخ حضرتك، احنا عندنا المصريين ثقافه او اعتناق كده خناقه العيد بين الزوج والزوج. المصريات خناقه العيد دي اجلوها يا جماعه، خلوا بالكم. سلام هي حتى مطلع الفجر. ما تسمحيش لاي حد ان هو يقطع عليك هذا السلام او يكسر عليك هذا السلام او يخرجك بره هذا السلام. واحنا بنتكلم عن هذه الليله انت حضرتك في حديثك اعطيتي تغيب عن بعض الناس. اتفضل. لما حضرتك تفضلتي وقلتي اجمع اولادك واجمع اهل بيتك وعرفهم بفضل ليلة القدر، وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى إمام المحدثين الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا نصف العلم من هذه الحميراء، وهذا تدليل لها ومداعبة صلى الله عليه وسلم. تروي السيدة عائشة بفصاحتها وبلاغتها هذا الحديث العجيب، تقول كان إذا دخل
العشر الأواخر من رمضان اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهم. عمل ايه بقى؟ عمل 3 حاجات. قالت كانت إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره. صلى الله عليه وسلم. لازم نقف عند هذا الحديث لنبين للأمة الإسلامية عمل النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بالعبادة في هذه العشرة خاصة وفي بقية العام عام. أول جملة تقولها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول أحيا ليلة. طيب هسألك سؤال يا أستاذ كريمان. اتفضل. طيب الإحياء بيكون بعد إيه؟ بعد النوم. بعد النوم أو بعد موت برضه. ما هو النوم موت برضه. الإحياء يكون بعد الموت. الله، طب إيه سر الجملة دي؟ فيها سر بلاغي. إيه السر؟ تقول أحيا ليلة، كأن الليل، كأن الزمان ليل أو نهار، كأن الليل ميتا لا نفع فيه إلا إذا قامه الإنسان وانتفع به في دينه أو دنياه. بكده يبقى أحيا إيه؟ ليلة. أحيا ليلة. فكأن الليل ميتا، إذا أردت أن تحيي الليل الميت فقم صل لله ركعتين، قم اقرأ قرآن، قم زور مريض، قم اعمل كذا 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 من أعمال الخير. كده بيبقى الليل إيه؟ أحيي. أحيا ليلة وأيقظ. هنيجي بقى للنقطة بتاعتك اللي قلت اجمع أولادك واجمع أهل بيتك وأخبرهم بفضل العشر. تقول أحيا ليله وأيقظ أهله. الجملة دي بتورينا إن هناك على رب البيت مسؤولية تجاه من ولي عليهم. طبعا كلكم راع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الشاب معذرة في هذه الجملة، الشاب الطويل العريض اللي فاطر في نهار رمضان ويتباهى، يعني مش من باب إذا بليتم فاستتروا، لا، ده أنت بتلاقيه في وسط الشارع ماسك السجارة أو ماسك كوباية الشاي أو ماسك السندوتش وبياكل. ده هذا السلوك بيخبرك عن إدارة الوالد وإدارة البيت لهذه الأسرة. مفيش رعاية. يقول لك أصلا أنا ما ولفتش، ما تعودتش. طب التعود ده مسؤولية مين؟ الأب والأم. مسؤولية رب الأسرة، الأب والأم. الله يبارك لك. احنا مش عاوزين برضو نرمي المسؤولية على الأب. الأب ربنا يكون في عونه. الأم برضو عليها مسؤولية كبيرة، لأن هي بتقعد مع الأولاد أكبر فترة ممكنة. أحيا ليله وأيقظ أهله، يعني للصلاة والعبادة. وشد مئذره، كناية عن الجد والاجتهاد في هذه الليلة. بيجتهد ليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة؟ ليصادف ليلة القدر. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يوحى إليه ويخبر بالغيب بيتحرى وبيجتهد في العشر الأواخر كلهم. نيجي بقى للسلوك اللي حضرتك بتقول عليه احنا بننجي الليالي الوتريه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع اللي نزلت عليه الرساله بيجتهد في العشره كلها. ده اجتهد وأخلص ليله واعتكف، وهنتكلم عن الاعتكاف كمان يعني كهدي نبوي وشعيره مهمه الحقيقه، وازاي ممكن نعملها باقل مجهود واقل وقت ممكن لو احنا وقتنا مش متاح. بس خلينا نسمع من حضرتك، يعني احنا هنرهق فضيلتك النهارده، معلش خلينا نسمع ابتهال بصوتك الكريم. حاضر. مجيب السائلين
السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق وسرت على الطريق إلى حماك ورحت أدق بابك ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك. اللهم استجب يا رب. اللهم امين. اللهم امين. ربنا يفتح عليك. اللهم استجب يا رب. ربنا يستجيب يا رب. ربنا يستجيب ويرزقنا القبول. اللهم قبول يا رب. قبول يا رب. آمين يا رب. نرجع نتكلم مرة تانية عن ليلة القدر. يعني كلنا بنتشطر كده ونحاول ان احنا نتحراه. في علامات ما بعد ليلة القدر دي معروفة شوية، بس في حاجات ممكن نعرف منها الليلة من بدايتها. يعني زي ما قلنا كده وجاء في الآيات الكريمة سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون متيقظين لهذا السلام ومتعرضين ليه ان شاء الله. ايه تاني من العلامات اللي ممكن في بداية الليلة تخليني اعرف ان هي ليلة القدر او استشعر ان هي ليلة القدر؟ يعني أنا أنتقل بالحديث لأرجع إلى الخلف خطوة. إن شاء الله. ليلة القدر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في الوتر من العشر الأواخر. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه له مذهب إن ليلة القدر هي 27 من كل شهور رمضان لا تتغير. فده منهج سيدنا ابن عباس ومذهبه. استخلص هذا المنهج واستنبط هذا المنهج من كلمات السورة. قال لو عدينا كلمات السورة هنشوف إن سلام هي كلمة هي دي رقم 27. كلمة رقم 27 تبقى هي ليلة 27. ده عند سيدنا ايه؟ عند سيدنا ابن عباس. وده اسمه الإعجاز اللفظي. في القرآن يعني الكريم. طبعا ده باب واسع من أبواب القرآن. سيدنا ابن حجر العسقلاني أنا عاوز أقول النقطة دي بالذات. ليه كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، في كتاب تحري بابه تحري ليلة القدر. سيدنا ابن حجر المصري، واحنا طبعا ما شاء الله نعتز بمصرية هذا الرجل العملاق، فمصر طبعا ولادة الحمد لله علماء في جميع المجالات. ابن حجر العسقلاني المصري رأيه ان ليلة القدر بتكون ليلة جمعة. يعني لو صدق يوم خميس ليلة جمعة وترية. لما تدوروا في كل رمضان هتلاقي فيه لازم ليلة وترية وليلة جمعة. طيب سيدنا ابن حجر يعني استنتج الكلام ده من عنده ولا ليه دلائل؟ الله علماؤنا لا يتكلمون إلا بالدلائل. طبعا. في حديث اللي احنا ذكرناه آنفا ليه كناية ليه كمالة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرضه الحديث في صحيح البخاري، قال: كنت أريت ليلة القدر لكنها رفعت أو رفع علمها، ولكن أراني. لأن الصحابة لما النبي أخبرهم إنها رفع علمها ما سكتوش، كل شوية يا رسول الله يعني ما افتكرتش ليلة القدر متى، لأنهم يعني متطلعين إلى الخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا لهم، قال: أراني أسجد صبيحتها بين الطين والماء. بمعنى هو كده خلص الحديث. والراوي يقول ايه بقى؟ يقول: فتحرينا ذلك، فكان يوم خميس ليلة جمعة، وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فنزل المطر ونحن في الصلاة، فسجدنا على الطين والماء. فسيدنا ابن حجر ده مذهبه. ولكن طيب مذهب فلان، وذكرنا مذهب فلان ومذهب فلان، المذهب الراجح ايه؟ المذهب الراجح أن علم ليلة القدر هو كالعمر، ما حدش عارف ساعته امتى، كذلك ما حدش عارف ليلة القدر امتى. طيب أهم كل ليلة بينزل فيها مطر طبقا الحديث الشريف اللي حضرتك قلته، يعني ليلة ممكن يكون من مواصفاتها فيها مطر. ممكن يكون نزول في مطر أو ممكن يكون هي ليلة وترية. وعلى فكرة على الكلام ده لسه، على فكرة الكلام ده بكرة، الكلام اللي يعني فرصة برضو للسادة المشاهدين اللي يظنها بكرة زي ما قال ابن حجر، بكرة ليلة القدر. ليلة وترية. أهم ما يميز ليلة القدر السكون النفسي. المؤمن بيلاقوا عنده سكون نفسي وراحة نفسية واجتهاد للعبادة، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فأهم ما يميز هذه الليلة هو السكون النفسي، السلام. قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. الملائكة من بعد المغرب، لأن الليل الشرعي عندنا من بعد الليل الشرعي غير الليل الفلكي. فالليل الشرعي بالليل. الله، الليل الشرعي عندنا غير الليل الفلكي. الليل الشرعي بعد غياب آخر شعاع للشمس يبدأ الليل الشرعي. لذلك حتى بعض العلماء قالوا إن قيام الليل يبدأ بعد غروب الشمس. من العشاء يعني. بعد غروب الشمس. يعني أنا ممكن بعد صلاة المغرب أصلي قيام ليل، دخل الليل. لإمتى؟ حتى مطلع الفجر. من المغرب إلى الفجر كل هذا وقت مبارك تتنزل فيه الملائكة تسلم على الناس، ومعاهم الملك الأعظم سيدنا جبريل صاحب الرسالة. سيدنا جبريل تنزل. لأن في الآية ملحظ، وإحنا عاوزين نتكلم عن السورة كده بإجمال بعد شوية. في السورة فيه ملحظ يقول: تنزل الملائكة والروح. طب ما الروح سيدنا جبريل ما هو من الملائكة. لماذا لم يكتفي القرآن ما قالوا تنزل الملائكة فيها بإذن ربهم من كل أمر؟ والكلام ماشي والسياق منضبط، ولكن زيادة مزية وخصيصة. ليه؟ لأنه صاحب الوحي وصاحب الرسالة، ونزل بيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. ما نجيش بقى في رمضان تنزل الملائكة وسيدنا جبريل ما ينزلش، لا، ده ننزل جبريل معاهم، وبعد كده نذكر جبريل مرتين، مرة ضمنا مع الملائكة ومرة وحديه. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام. هذه الليلة سلام، هذه الليلة سكون. سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني زي ما ورد كده عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة بتملأ الأرض، بتبقى نعم زي الحصى تضيق بهم الأرض. تضيق، مش تملأ، ده تضيق بهم الأرض. سيدنا جبريل أمين الوحي بيسلم على المؤمنين. لو سلم عليك جبريل هيسلم عليه سيدنا جبريل، هيرق قلبه وتفيض عيناه.
مظبوط فضلتك. الله الله الحديث الله يعني الله. اللي يرق قلبه ويفيض تفيض عيناه في ليلة القدر جبريل سلم عليه عليه الصلاة والسلام. يعني عليه الصلاة والسلام. امين الوحي يسلم عليه، وربنا سمع دعاءه، واي دعاء مستجاب في ليله القدر. دعاء ليله القدر كله مستجاب باذن الله سبحانه إلا ما كان بإثم أو قطيعة رحم. طبعا اكيد. نعم. الحاجات اللي هي ضد شرعنا الحنيف. نعم. لكن انا يعني مش احب افتي يعني، بس انا اعتقد يعني واسال الله سبحانه وتعالى ان يكون ده حقيقي. يعني احنا طبعا بنتمنى على الله، لان ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل. نعم. اي انسان اعتقد ان هو هيتحرى الليله باذن الله سيبلغ. يعني باذن الله اي حد هيجتهد ويتحرى الليله قدر الامكان، وهيكون ليه حال قلبي مع الله سبحانه وتعالى. حال القلب ده مهم جدا جدا جدا. لما يكون ليك حال قلبي مع الله سبحانه وتعالى اذا ستبلغ باذن الله. يعني باذن الله ستبلغ. ان انت تعمل ده كله اكيد هو يريد بك الخير، يريد بك ان تبلغ هذه الليله الكريمه. خلينا نخرج مع حضراتكم مشاهدينا في هذا الفاصل، ونعود مره اخرى نستكمل الحوار. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. أشكي لمين وجدي وحالي وأقول لمين النبي غالي. أشكي لمين وجدي وحالي وأقول لمين النبي غالي. إيه اللي غير أحوالي غير الغالي برسول الله. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك. طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك. صبرت نفسي بأحاديثك وأقول لابد في ليلي أراك. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح. صلى الله عليه وسلم. يعني السلام عليك حيا فينا لا تموت أبدا. صلى الله نحبك عليه وسلم. ونحب صلى الله من عليه. الله يحبك، أكبر. وموعدنا الحوض كما الله أخبرتنا، أكبر. وإنا الله أكبر. لصابرون. إنا لصابرون الله والله. أكبر. يعني التابعين، يعني قبل ما ندخل في جزئية سورة القدر، التابعين أقسموا إن هم هيزاحموا النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في الآخرة. والله لا نزاحمنهم عليه. فإحنا التابعين الله. والله لا نزاحمنهم على رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم. مش الله معقولة عليه هنحرم في وسلم. صلى الله الدارين، عليه يعني وسلم. نحرم صحبته في الدنيا صلى الله ونحرم عليه صحبته وسلم. في الآخرة. صلى الله والله عليه لا وسلم. نزاحمنهم صلى الله عليه عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نرجع مع حضرتك مرة تانية والحديث عن سورة القدر. سورة القدر. والقدر معناه العظمة. يقول لك فلان قدره عالي. يعني قدره مرتفع عن الناس. فمن فضائل سورة القدر أن الله سبحانه وتعالى أنزل في القرآن سورة سماها سورة القدر. يعني ذات قدر. يقول ربنا سبحانه وتعالى في مطلع سورة القدر مطلع عجيب. يقول إن، ولفظ إن ده للمعظم نفسه وهو الله سبحانه وتعالى. إن وإن دي حرف توكيد ونصب. فالجملة مؤكدة. خلي بالكم من جماليات اللغة العربية دي بتفرق قوي معاك وانت بتقرأ في القرآن. فإن ده حرف توكيد ونصب. إذن هذه الجملة مؤكدة بعدة مؤكدات.
بضمير المعظم نفسه لله سبحانه وتعالى، وبحرف التوكيد إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهناك فرق بين أنزلنا ونزلنا. أنزلنا بالألف لما مادة الإنزال تيجي فيها الهمزة يبقى معناه النزول جملة واحدة. ولما تيجي مادة الإنزال دي من غير الهمزة معناه النزول المجزأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب القرآن نزل مجزأ في ليلة القدر ولا نزل جملة واحدة؟ الاثنين نزل من بيت العزة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر مرة واحدة. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل اقرأ باسم ربك، أول 5 آيات من سورة العلق، كان برضو بدايتها في شهر رمضان، وكانت ليلة 27 من رمضان. فربنا سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم قال وما أدراك ما ليلة القدر. العلماء يقولون إذا قال الله وما أدراك سيخبر بالشيء، وإذا قال وما يدريك لا يخبر. فلما يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيسأل عن الساعة يقول له وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، يبقى ما قالش. إنما يقول وما أدراك يفصل بعديها، وما أدراك ما العقبة، فصل قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغب، زي كده في سورة القدر. فبيفصل بقى ليلة القدر يقول له وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر، وشوف الجمل، شوف ليلة القدر ذكرت كم مرة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر 3 مرات. 3 مرات. ليلة القدر خير. الله الله، ده احنا هنا، انا دايما في خطبي ومحاضراتي بقول عاوزك مسلم صاحي نبيه، لا تقف عند حدود الكلمة. لا، ده انت بص للي ورا الكلمة، بص للمعاني. مش عاوزك تستقبل بس، ده انا عاوزك مستقبل وعاوزك ناقد. الله، وناقد تسمع تبقى نبيه. فربنا سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير. ما قالش تعدل، ما قالش تعدل 1000 شهر، لا، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تزيد. طب تعدل قد ايه؟ سابها ربنا مفتوحة. ليه؟ سابها مفتوحة ليذهب العقل فيها كل مذهب. هتساوي 1,000,000 سنة تساوي 1,000,000 سنة، 1,000,000 سنة تساوي 1,000,000 سنة، تساوي 1,000,000,000 سنة تساوي. سابها مفتوحة لأن فضل الله سبحانه وتعالى لا يحد، قليله كثير. وما ليلة القدر ما قالش جد عبارة 3، لا لا لا، الخير من 1000 شهر. تنزل يعني فوجا بعد فوج، فوجا بعد فوج. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذا القرآن أمره عجيب. يقول العلماء القرآن أمره عجيب، ما تعلق القرآن بشيء إلا صار هذا الشيء عظيما. هو كده خصيصته. أي حاجة يتعلق بها القرآن ولها تعلق بالقرآن أو للقرآن تعلق بها تصير عظيمة. قالوا نزل القرآن في شهر رمضان فصار شهر رمضان أفضل الشهور، ونزل في ليلة فصارت أفضل الليالي ليلة القدر. صحيح. ونزل به جبريل عليه السلام فصار أفضل الملائكة، ونزل على رسول الله فصار أفضل الرسل، ونزل على أمة محمد فصارت أفضل الأمم. أنتم خير أمة أخرجت للناس. الله يعني على القرآن وعلى عظمة القرآن وعلى اللي بيحفظ القرآن واللي يعي القرآن في صدره. هم أنبياء إلا أنهم لا يوحى إليهم، كما جاء معنى هذا الحديث في سنن أبي داود والترمذي. كمان فضيلتك يعني العلماء اتكلموا كتير جدا عن سورة القدر في الآية اللي قبلها
الآية اللي بتسبق سورة القدر في القرآن، آخر آية في فكريني طيب. كلا لا تطعه واسجد واقترب، وبعديها تيجي ان الله سبحانه وتعالى، وبعدها فضل ليله الله الله تنزل الله. سوره القدر بعد هذه في الآية علاقه في في ترتيب علاقه القران، ترتيب سور علاقة. القران يعني اكيد. نعم. طبعا السجود والاقتراب طبعا يعني اكيد العلاقه دي يعني ناخد بالنا من الحاجات دي، هتخلينا نعيش بحال تاني خالص مع القران. الحقيقه الوقت بيخلص مننا بسرعه، بس الاوقات الطيبه تمر سريعا. يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يجازي حضرتك عن هذا الوقت يعني كل خير باذن الله. خلينا نسال سؤال معهود ومتكرر كل سنه يعني زكاه الفطر. احنا طبعا ان شاء الله لسه معاكم الاسبوع القادم باذن الله، وهنتكلم اكتر في زكاه الفطر بشكل موسع، بس سريعا عشان الناس اللي تلحق تخرج زكاه فطرها. زكاه الفطر حبوب اموال، ايهما افضل؟ طبعا يعاني الناس خاصه ائمه المساجد واخواننا من طلبه العلم من هذا السؤال. السؤال ده فيه اتجاه، يعني في ناس واخده اتجاه معين موحد، يقولون لا يجوز اخراج القيمه. يعني القيمه يعني جد الصاع، جد صاع القمح، جد 2 كيلو ونص قمح فلوس. فده بيسموه الفلوس، بتسمى القيمه، قيمه الحبوب يعني. فبيقول لك ايه؟ يقول لك قولا واحدا لا يجوز الا اخراج الطعام. اخواننا الافاضل، نقول في الفقه الاسلامي في المسائل الاجتهاديه لا يوجد قول واحد ولا راي واحد. الائمه الثلاثه، نفصل المساله. الائمه الثلاثه مالك والشافعي وابن حنبل على أن زكاة الفطر تكون من الحبوب ومن طعام أهل البلد. الطعام اللي عندنا قمح، مالناش دعوة بالرز والعدس، الحاجات اللي بتتكتب على الفيس. جاء أبو حنيفة ثم فقال يجوز إخراج القيمة. أبو حنيفة أنا عاوز يعني أقول فيه رحمه الله كان يسمى الإمام الأعظم. وده اللقب ده لم يطلق على أحد في تاريخ الإسلام إلا على الإمام أبي حنيفة وحده. فالإمام الأعظم يقول لك لم يصله الحديث. طيب إمام كان عنده ما يعدل 20 حمل جمل كتب، لم يصله الحديث. طيب انت عرفت منين؟ انت عرفت منين ان سيدنا ابو حنيفه لم يصله الحديث؟ يعني هيوصل لنا احنا ومش هيوصل لسيدنا. فالمسائل الخلافيه لا تشنيع فيها. هي فيها رحمه. يجوز ايه؟ الله الله الله. اختلاف الائمه رحمه، فيه سعه. تستطيع ان تخرج حبوب بها ونعمت. مش عارف تطلع حبوب، تطلع نقود بها ونعمت. والحد الادنى تعالوا بقى هذا العام النقطه الاخيره بقى هنقول ايه اللي حضرتك بتسال عنها. طيب لما انت في دوله مصر، ايوه حفظها الله يا رب، يا رب امين، من كل سوء وشر. لما المفتي بقى بيجي، انا اكلمهم بالعقل. لما المفتي يجي يقول عن الزكاه، اما يقول والله ان السنه دي الزكاه صاع من القمح، ولا بيقول 30 جنيه 30 جنيه. الله، دي دولة كاملة ومهيئة كاملة، أكبر هيئة في مصر تشريعية بتفتي بالقيمة وبتطلع البيان بتاعها بالقيمة. المفتي بيطلع، خلي بالكم، الحد الأدنى ومن زاد فهو خير له، يعني كل واحد ومقدرته اللي تقدر عليه. يعني السنة دي من الخير، السنة دي المفتي طلع قال إن الزكاة 30 جنيه. ناس بتعترض. أيوة. ناس بتعترض. تعرضوا ليه؟ يقول لك أنا بشتري الصاع اللي هو عندنا كده في الفلاحين التلتة. التلتة ب50 جنيه. كيف المفتي يقول إنها 30؟ المفتي حاسب بحسابات الدولة.
الدولة بتاخد القمح بهذه القيمة، تشتريه من الفلاح، فهو عمل حسبة. الله عمل بحد أدنى علشان يسهل وييسر على الناس. فحسب بحسابات إيه؟ بحسابات القمح زي ما بتشتريه الدولة من المزارع، حسب حساباته على كده. فلا نخطئ علماءنا كتير يعني، ولا نكون يعني كتير. أصحاب الرأي الواحد وأصحاب المذهب الواحد. الفقه الإسلامي في غير الثوابت لا يعرف الرأي الواحد. في ساعة كبيرة وزي بعض يعني يا ريت نكون خلصنا نقطة الخلاف. الخلاف في زكاة الفطر. الحقيقة وقتنا بيخلص، يعني اسمحوا لي مشاهدينا أشكر ضيفنا الكريم، لكن خليكم معانا عشان لسه في دعاء. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الحقيقة على وجودك معانا وعلى تفصيلك وعلى إفاداتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلها في ميزان حسناتك. اللهم آمين. فضيلة الدكتور أحمد صلاح راشد، الباحث بالدراسات الإسلامية وإمام وخطيب وزارة الأوقاف المصرية، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا في هذه الليلة. الشكر كمان موصول لحضراتكم متابعينا على مشاهدتنا ومتابعتنا في هذه الليلة، وأسيبكم مع دعوات كريمة ترفع إلى الله تعالى في هذه الليالي المباركة، وبإذن الله نطمع أن تكون دعوات مستجابة. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك يا ربنا تقضي بالحق تعالى ولا يقضى عليك، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب وحدك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، اجعله الوارث منا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.